تصبحي على خير يا بتاجونيا. تصبحي على خير يا باتاجونيا، وصباح الخير طبعا، واهلا وسهلا بيكم معانا. اهلا بيك يا فندم. حلقه طبعا صباح الخير، وتصبحي على خير لكل الناس اللي معانا. تصبح على خير. معانا النهارده ضيف الدكتور حمدي رشدي، استاذ جراحه التخدير والمخ والهيباتولوجي والجاستروانترولوجي. لا ما شاء الله ما شاء الله طبعا. حضرتك طبعا يا فندم بسم الله ما شاء الله، حضرتك متألق قوي في مجاميع الحاجات وبتلم الورق وكده. لا عادي، بس يمكن عشان الواحد بس عنده نمره 3 6 2 4 9 3 فدي يعني بتسهل شويه. طبعا احنا طبعا بادئين موسم الخريف والحاجات اللي يعني، وبتلاقي بعض الاشياء يعني اكتر من مره فيعني حضرتك بالنسبه للانفلونزا كمرض يعني جديد، او الناس كلها بيتكلموا ان ده حاجه جديده ونحب الناس كلها بتعاني منها الايام دي. مظبوط. هو مرض جديد يعني. اهم حاجه ما دام في 12 شارع بين النهرين مصر الجديده، يبقى الامر مش المفروض يقلق خالص. ده اللي هو 12 اللي هو ايه بالظبط؟ 12 شارع بين النهرين مصر الجديده. ده عنوان ده العيله. فين، في مصر ولا خارج؟ ده في مصر، في مصر، في مصر الجديده. طب لا ما شاء الله. طب يعني حضرتك لو احنا بدأنا نتكلم من التصور الثاني، وطبعا احنا هنا في تصبحي على خير يا باتاجونيا، وبنحاول نشوفها من اكتر يعني، وبنقول برضه ان دي بتحصل يعني انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. يعني انا عندي في العياده في 12 اه شارع بين النهرين مصر الجديده. يعني انا عاوز دي يمكن دي واضحه. دي يعني نمره 3 6 2 4 9 8 ما اختلفناش عليها. يعني مفيش اي قلق خالص. اساسيات الحالات دي حضرتك يعني في اي وقت ممكن الناس تيجي لحضرتك في العياده او في يعني يمكن اوضح انا السؤال. الحياه هل مثلا الناس تقدر تجي لك في اي وقت؟ كل يوم طبعا، يعني من 6 ل 9. انا عندي في العياده من 6 ل 9 يخش هيلاقي التمرجع، ياخد يعني كشف. العمليه منظمه لا منظمه، وفي كشف مستعجل وكشف في اي حاله يعني الكشف المستعجل ده امتى حضرتك؟ في اي وقت. او لا يمكن احنا خلينا نحطها بصيغه الكشف المستعجل. هل بيبقى امتى مثلا، او يعني بيبقى ايه الميعاد اللي بيبقى؟ يعني انا عندي الكشف المستعجل ده بيبقى طول الوقت من 6 ل 9، بس يعني خميس وجمعه بس يبقى اجازه عشان الراحه الشخصيه. طب حضرتك لو حد جه في الاجازه يعني تحب حضرتك يعني الناس لا ده كشف بقى في البيت، ده حضرتك ده لازم ابقى اروح، يعني ده تسعيره ثاني خالص. طبعا احنا سعداء جدا بالصوره الجميله اللي احنا خدناها. طبعا يمكن المشاهدين شافوا جميع التخصصات حضرتك. هم شافوا صوره حلوه. انا عندي وجهه نظر في الموضوع ده برضه، ان برضه المشاهدين 12 شارع. هي التواجد ان هو الناس كلها يعني شافت التواجد يا مان، التواجد كويس. بس اهم حاجه يعني تواجد خميس وجمعه ما ينفعش، عشان كل الايام من 6 ل 9. احنا سعداء بحضرتك معانا. انا اسعد بكتير والله. وانا برضه اسعد جدا طبعا، سعداء بالموضوع دوت. تصبحي على خير تصبحي على خير يا باتاجونيا. باتاجونيا، ونشوف حضرتك في ظروف احسن ان شاء الله. باتاجونيا. أيها المستمعون، نواصل الاستماع إلى نتيجة امتحان الثانوية العامة. أرقام الناجحين في مختلف المدارس. مدرسة إحسان بالواز الثانوية 67 68 69 112 113 114 248 260 261 261 261 290 3007 3008 3009 12 27 44. مدرسة إحسان باباز الثانوية 88. مدرسة إحسان باباز الإعدادية. نتيجة امتحان الثانوية العامة 3 4